بأمانة، هل أنت نادم على تسمية أحلام فنانة العرب؟ وهل أنت تعتبر نفسك المسؤول عن الخلاف بين والله ما سميتها فنانة العرب. صوت أحلام صوت رنة خليجية، فلذلك أنا قلت في أحد المقابلات أنها فنانة الخليج الأولى، وهذا الكلام صحيح، لأنها أيضا بتمثل الأغنية الحديثة الخليجية. تكلمت معاه في الموضوع هذا، وش معنى أستاذ محمد يعني اخترتني أنا من بدل المطربات؟ قال لي بعيد عن انه صوتك يعني بعيد عن صوتي، قال لي اللي انت عملتيه في الخليج للان ما في مطربه عملته. انا كنت بقول في احلام المطربه الخليجيه الاولى، وزعلوا مني كثير من الاصوات النسائيه، لكن هو هذا الواقع. يعني احلام يعني اصبحت منتشره على ما شاء الله تبارك الله الساحه العربيه كلها، فلذلك صوتها بيوصل كثير لاكثر، هذا اكثر من الاصوات الاخرى. يعني ما تتحمل مسؤوليه انه انت سبب الخلاف بينها وبين نوال الكويتيه؟ لا، نوال طبعا، نوال مغنيه كلاسيكيه من يعني تختلف كثير عن يعني احلام لا تجاريها، ما تقدر تجاريها في اغانيها الكلاسيكيه. نوال صوتها يعني في الأغاني الكلاسيكية الجميلة الرومانسية الجميلة.